اليوم احنا اليوم قاعدين ندافع عن المواطن ونحتاج له ونبغي، والمتقاعدين وزياده الرواتب، وانا ملايين اليوم ترجع ويقولون ما في ميزانيه، والخبير الاكتواري وما في ميزانيه. احنا اليوم لازم اذا فعلا تقولون ما في ميزانيه، انا بعرف هالملايين وين راحت. ملايين تطلع برا تبرعات وملايين ما وين تروح، واحنا اليوم ما عندنا الا قاعدين. انا يعني اتكلم عن نفسي واكيد معاي اخواني النواب، ادور لناس يرممون البيت الفلاني، وادور لناس يشترون اثاث حق الجماعه الفلانيه، لانه ما عندنا فلوس اليوم، نقول ما عندنا. انا اليوم اقول لكم يا اخواني خواتي النواب، لازم ما تطوف هالميزان، ما نطوفها اختي لطيفه، اللي احنا كلنا اليوم صوت واحد وكلمه واحده ويد واحده. لكل متقاعد اليوم 150 دينار لازم يرفع راتبه، لكل متقاعد. لا حد يقول لا، فلوس ترى في البلد خير. لا الحمد لله بلدنا بخير، واحنا كلنا بخير ان شاء الله. ورفع سقف الرواتب حق المواطنين. هذه معالي الرئيس ما يقلق المواطن. اليوم عندي بعد دقيقه واحده ما كملت لحد الحين. أنا اليوم قلبي محروق وكل قلوبنا محروقة. يا هني صوت الشعب وإرادة الشعب اليوم تقول رفع سقف التقاعد، وأتمنى مع الوزير